يعني ده انا وحشني الوقت الوحش عشان اقرب لك بالطريقه دي. قوليلي العشرينات وصفيها لي في كلمه. فوضى. ده اول ما اتخرجت من الكليه تاني يوم انا عاطله، ولما كبرت عرفت قيمه عيلتي اكتر. بحس ان بجد ربنا لو واحد ركز كده هيلاقي ان ربنا معوضه في حته تانية. روح لدكتور ارجوك، يعني انا من غير الدكتور ما كنتش هعدي. بصي الاوسي دي حاجه بتتحكم، كأن في حد ماسكك كده، اللي هو حد ماسك عروسه بخيط، هو الاوسي دي بتمسكك بخيط، اتصرف اعمل كذا. كنت بحس ان انا متساقه. كل ما بتطوعيها كل ما بتسوق اكتر بقى. وبحس المكسب الوحيد في وقتك الوحش، وده اكبر مكسب، قربك لربنا. بقول لربنا ده انا وحشني الوقت الوحش عشان اقرب لك بالطريقه دي. يا ست عشان تتجوز وتقعد في البيت، ولا ده قصدك؟ هاي جماعة. طيب جماعة، أخيرا الفنل اللي انتوا مستنيينها محشور في العشرينات مع ماري حداد وكنزي مدبولي. لا انتوا ثانية واحدة يا جماعة، محتاجين سقف أكتر من كده عشان انتوا كل شوية تسألوا، فرحبوا ترحيب جامد جدا جدا. عاملين ايه يا جماعه؟ بنحبكم. شكرا. احنا كمان. مين فيكم بيشوفوا البودكاست بتاع محشور في العشرين؟ حلو، في 3 بيشوفوه. بودكاست محشور في العشرين هي فكرتها ان في العشرينات بيبقى وقت كلنا محشورين فيه كده، مش عارفين ناخد قرارات، مش عارفين نعمل فيه ايه، مش عارفين نعمل بقى نتجوز ولا نشوف كاريرنا ولا نغير كارير ولا نكارير شيفت ولا ناخد كورس ولا ايه بالظبط اللي نعمله. عشان كده عملنا البودكاست محشور في العشرين. ومعانا النهارده جاست في البودكاست. الحلقه دي هتنزل على اليوتيوب على فكره. معانا كنزي. هاي. يعني لو كان معايا وقت اكتر كنت اديت انترو قد كده، عشان انا اسكندرانيه زي صاحبتي. بتعمل كونتنت بجد بيسبورت البنات وبيسبورت الستات بقالها كتير قوي. بتعمل حاجات كتير قوي انا بحبها. 2 ان شاء الله الثالثه في السكه. بتعمل كونتنت لولاد خالتها بتسبورت ولاد خالتها جامد. فالنهارده هنسالها شويه اسئله عن الجيرني بتاعتها في العشرينات. متحمسه قوي، كنت عايزه اطلع معاكي في حلقه من زمان على فكره. نعمل بارت 2 ما بعد دي بقى. كلمتنيش ليه يا ماري؟ ما لحقناش. طيب ما لسه نشغل 4 بس. سامحاكي. قوليلي العشرينات وصفيها لي في كلمه. فوضى. اشمعنى فوضى؟ يعني الواحد بيجي عند 20 وبيتوقع، المجتمع بيتوقع منه بقى ان هو مخلص بقى، اللي هو انت متجوز، عندك بيت، عندك عيال، عندك شغل ثابت، عندك مش عارفه ايه. والواحد بقى يتخرج من الكليه يلاقي نفسه اللي هو انا فين؟ رجعت من الصفر. اعمل ايه دلوقتي؟ يعني احنا متعودين بنقول حضانه، عندنا بقى حاجه ثابته، مدرسه، درجاتك، مش عارفه ايه. بيلاقي نفسه انطلق على الحياه كده، فاهمه؟ فضغط بقى. انا بجد اول ما اتخرجت من الكليه تاني يوم انا عاطله، انا مش بشتغل هنا، فاشله. وقعدت طب يا جماعه انت لسه متخرجه اصلا؟ فاللي هو حسيت بالبريشر ده. بس انتي كنتي عامله حاجه قبل ما تتخرجي؟ كنتي اتخطبتي ولا اتخطبتي قبل ما تتخرجي؟ لا اتخطبت اخر سنه. طب احكي لي جواز ليه. قاصرات بقى. احكي لي ليه حاساها فوضى، يعني عملتي ايه عشان تحاولي تخلي الفوضى دي مش فوضى؟ بصي انا الحمد لله، يعني انا I was blessed ان انا بعد ما حسيت بكده الحمد لله ربنا كرمني على السوشيال ميديا. يعني وانا عندي مثلا 24 سنه بدات، يعني فاهمه اللي هو اعمل حاجه. بس مثلا في كتير قوي في سني تايهين برضو لسه، وده العادي. يعني اكتشفت الواحد لغايه الثلاثينات عادي ان هو لسه. حاسه بعد الثلاثينات هنعرف احنا عايزين ايه. انا بصوا، انا اول ما اتخرجت وجالي الحاله دي دخلت كده على يوتيوب ولقيت واحده بتدي تيد توك، بجد ده غير لي حياتي. بتقول اللي يلاقي نفسه في العشرينات هو كده الخسران، لان فتره العشرينات دي اللي انتوا تجربوا فيها. يعني اجرب ده وخلاص ما ينفعنيش، اجرب ده مش عارفه ايه. لكن مثلا ايه، لو انت بقى في العشرينات تماما انا لقيت شغلانتي كل حاجه، هتيجي على الاربعينات اللي هو انا لا انا مش عايزه اعمل كده. فساعتها بقى اللي هو ايه يا عم بقى انت متجوز ومخلف ومش عارفه ايه. ففتره العشرينات دي اللي مسموح لك فيها تتخبط وتجرب وده ما ينفعش، فلاقي نفسي في حاجه تانية. يعني انا كل اللي في حياتي اتخرجوا من حاجه وبيشتغلوا في حاجه تانية خالص. يعني فراس مهندس بيشتغل دلوقتي ميديا، اخويا محامي هندسه سوري محاماه، يعني بيشتغل دلوقتي ريل ستيت. بحس محامي يشتغل مهندس دي صعبه. لا ممكن اخويا يعملها والله، هو بيضحك علينا كلنا، يعني اقنعني مره ان هو موديل. قولي لي الفاميلي بالنسبه لك في العشرينات ايه؟ عشان كل انا عارفه حاجة. الفاميلي عندك ربنا كل يخليك، حاجة بموت بجد. فيهم. نحب نسلم على طنط.
طنط وابويا بقى وكل واخويا وخالاتي وبنات خالاتي قولي لي فاميلي في الوقت ده كانوا بالنسبه لك بيمثلوا ايه؟ كل حاجه يعني. بصوا لما كبرت عرفت قيمه عيلتي اكتر يعني. واحنا مراهقين بقى اللي هو اللي هو لا انا عايزه اخرج مع اصحابي، ليه بقى اروح دلوقتي بقى افكس لاصحابي عشان انا رايحه لخالتي، فاهمين؟ اللي هو انا مره بجد كنت في لبنان على الجبل بقى وكده، لقيتهم بيكلموني فيديو كول من النادي، اتغصت قوي اللي هو انتوا خارجين في النادي من غيري ليه؟ فعرفت قيمتهم اكتر لما كبرت، ان هو عيلتك دي هي الوحيدين اللي هيحبوا لك ايه اللي الخير. حسسك بكده؟ لان انا لما كبرت وشفت جربت صحاب كتير، اكتشفت ان الصحاب مش دايمين، بس عيلتي هي الدايمه. واكتشفت ان at some point مهما كان صاحبك قريب بيبقى فيه غيره شويه. اكتشفت ان عيلتي الوحيدين اللي ما فيش اي غيره، فاهمه؟ ففهمت بقى لما كبرت ان هم دول اللي فاضلين لي. طب ممكن انت في حالتك كانت عيلتك سبورتيف اللي انت عايز تعمليه، طب لو حد مش سبورتيف للي عيلته عايزاه يعمله تقولي له ايه؟ بصوا بحس ان هو ربنا بيعوض في حاجات تانية يعني. في ناس بتبقى عيلتهم مش سبورتيف عندهم صحاب سبورتيف. في ناس مثلا ما عندهمش الاتنين بس هم نفسهم علموا نفسهم ان هم يعتمدوا على نفسهم في حاجات. في ناس عندها بارتنر سبورت. بحس ان بجد ربنا لو واحد ركز كده هيلاقي ان ربنا معوضه في حتة تانية. طب دي الفاميلي، وفي حد على الفاميلي مش من الفاميلي فراس. family بقى خلاص. لا ان شاء الله يعني. لا، ناويين خلاص على بقى. امتى يا صاحبي تقولي لي طيب. احنا لو في العشرينات في ناس بالنسبه لها ايه ده، الارتباط ده بدري قوي، ان احنا قبل الجامعه ابقى عرفت انا عايزه ايه. وفي لا ايه ده بالعكس، ده كل ما كان بدري كل ما كان احسن عشان نعيش حاجات اكتر مع بعض مثلا، او نكبر مع بعض ونتغير مع بعض. وبحس سبيشالي في السن اللي انتوا ارتبطتوا فيه كان سن فيه تشينجز كتيره قوي. فالسؤالين بقى هما الاولاني، شايفه الارتباط بدري انا بكلمك على تجربتك الشخصيه، عامل فرق معاكي في ايه عشان لو حد في نفس السيتويشن؟ وشايفه عرفتي تمانجي التشينجز اللي حصلت لكم اكروس طول الوقت ده؟ يعني لما شفت فيديو كنت نزليه على الفالنتاين، انتوا حتى شكلكم اتغير تماما، كل حاجه اتغيرت تماما. 50 كيلو ولا حاجة. مش قصدي على كده، بس شكلكم كنت صغير قوي وكده. دلوقتي لا يعني حتى هو في حته تانية، ودلوقتي انتوا عندكم بلونج ديستنس وكل الحاجات دي. احكي لي بقى الارتباط بدري ده كنت شايفاه ازاي، وفرق معاكي في ايه، وقدرتي تمانجي التشينج ده ازاي؟ بصي يعني انا مقتنعه ان التوقيت ده نصيب. وانا مثلا قبل فراس ما كنتش عايزه ارتبط مثلا واتخطب قبل سن 25 ولا حاجه، لان ماما بتقولي انا اتجوزت 22 ومش عايزاكي ترتبطي بدري خالص ومش عارفه ايه. حتى لما قلت لها على فراس كنت 18 سنه قعدت تعيط وتقول لي هو ده اللي اتفقنا عليه. عارفين اللي هو مش قلنا كلهم مصطفى ابو حجر عشان ماما كانت الاكسبيرينس بتاعتها يا حبيبتي هي اتجوزت وبقى ده حب حياتها بقى ومش عارفه ايه. لقيته بتقولي لقيته بينام بدري وصحي عايز يفطر عشان رايح الشغل، ومفيش بقى اللي هم ينزلوا ويلفوا بقى سوا ومش عارفه ايه، وكانش في بقى سوشيال ميديا، مفيش اصلا موبايل، مفيش نت ان هي تفتح التلفزيون. فكان الموضوع ديبريسنج قوي بالنسبه لها، فهي كانت شايفاني ان انا ما اعملش كده. بس انا اصريت بقى على فراس وكده. والحمد لله يعني انا بحس يعني ان 90% يعني اكتر من 100% الموضوع توفيق من ربنا. يعني ربنا لو شايف ان احنا خير في بعض هيبارك لنا في الموضوع. وانا كنت بدعي كتير قوي في الاول واعمل استخاره، يا رب احنا خير لبعض كده يعني، ويا رب اجعل فيه لو مش خير اجعل فيه الخير، فاهمين؟ بس فاحنا فعلا اتغيرنا وشوفنا حاجات كتيره جدا، ups and downs، نجاح وفشل، عياط كتير وفرحه. فدي طبعا حاجه بالنسبه لي it's very special، ان هو احنا لسه ما اتجوزناش بس هو فاميلي. يعني مش حاسه ان هو الجواز بقى احنا هيتقفل علينا باب هنكتشف حاجه بقى، لا احنا شفنا عيوب بعض وتقبلناها وساعدنا بعض ان احنا نتغير للاحسن. فاحنا جربنا حاجات كتيره قوي يعني. 7 سنين ده عمر فعلا. وعارفه اللي هو الهرشه السبعه اللي هو عند السنه السابعه هتتغيروا، لا الحمد لله. طب وده فرق معاكي في انه من الاول كان معاكي بارتنر؟ زي ما قلت لك ان هو حاسه بالامان قوي يعني، اللي هو وبعدين خلاص كان في كل مرحله هو كان بيسابورت. في الكليه كان بيسابورت مي قوي، خصوصا لما جالي اكتئاب في سنه تانية ولا حاجه، كنت مش عايزه اقوم السرير هو اللي كان بيقومني، فاهمه؟ في بروجكتس ما كنتش بعرف اصور فيها، وايام ما اصحابي سابوني وكده هو كان بينزل يصور معايا وهو في هندسه عنده امتحان. فهي سابورتد مي في الجامعه وفي الاكتئاب. وبعدين بقى في شغلي بجد في راسي فتره كان سايب بجد شغله وكل حاجه علشان بابا اللي هو بيقعد يقول له لو ما رحتش معاها مش هتروح، لو ما سافرتش معاها القاهره مش هتسافر.
فقعد كتير قوي لغايه ما اتاكد ان خلاص انا هعتمد على نفسي، وساعتها بقى قال لي ده وقت ان انا اشتغل عشان نفسي يعني، فسافر يعني. ما شاء الله. الحمد لله يا رب. الحمد لله. سؤال تاني، ايه اكتر فيديو من اللي انت عملتيه للاويرنس عن حاجات معينه كان فعلا بيتكلم عن كنزي؟ اي فيديو عن الوسواس القهري بيتكلم عني قوي يعني، لان انا بعمله كده يعني. اي مثلا اي مرض نفسي او اي تجربه، تحرش، ختان، الحاجات دي بعمل سيرش كبير قوي. مش من ناحيه بقى اللي هو معلومات بس، لا انا بخش اشوف الفيكتيمز حسوا بايه، فاهمه؟ فادخل مثلا في مثلا ADHD او اي حاجه تانية بعملها، اكتب how the patient feels like، هو حاسس بايه. الOCD حبيبي وانا سايبه ايديا، انا مريت عارفه اللي هو ما عملت 8 انواع جولي، مرض، موت، مش عارفه، خوف، امراض، ريليشن شيب عندي كده. طب لو حد بيعدي بOCD تديله ايه ادفايس؟ روح لدكتور ارجوك، لان اتس لايف تشينجينج. انا من غير الدكتور ما كنتش هعدي، لان بصي كل مرض بيبقى له يعني ADHD مش عارفه ايه ال OCD بيصاحبها على طول depression، anxiety، panic attacks، هي معاها كل حاجه. للاسف الدكتور بيقول لي باي بولر تايب 2 جالي علشان باخد الدواء بيعمل لي سايد افكتس باي بولر فجاه، اللي هو انا ناجحه، انا جميله، انا برودكتيف، ويجي لي افكار واكتب، ويقولوا انت بتجيبي الافكار دي منين؟ بعديها باسبوع انا في السرير، انا فاشله، انا عايزه اقفل السوشيال ميديا، انا ماليش لازمه، فاهمه؟ ده I developed it. الدكتور قال لي من الادويه، بس الحمد لله سيطرنا عليها. فهو الOCD صعبه قوي بجد. طب لو حد بيعدي بحاجه يعني ايه alert قوي انه حد يحس انه ساعتها انت ممكن تفكر ان انت عندك OCD؟ بصي الOCD يعني حاجه بتتحكم، كأن في حد ماسكك كده. عارفين لما كنا بنخش بنروح زمان واحنا صغيرين نتفرج على البابت شو، اللي هو حد ماسك عروسه بخيط؟ هو الOCD بتمسكك بخيط، اتصرف، اعمل كذا غصب عنك. كنت بحس ان انا بجد متساقه بقى، اللي هو عارفه جوايا شخصين، انا مش عايزه اعمل كده بس انتي لازم تعملي كده. يعني اروح اسال الناس حاجات، لازم اعمل تشيك، وفي الاخر بقت قله قيمه. اللي هو عيلتي يشوفوني طالعه من الاوضه تسالنا اسئله، فاهمين؟ فحسيت اللي هو لا انا مش عايزه، انا حاسه بقله قيمه قوي. انا كل الناس بقت اللي هو تنفخ في وشي بقى كده، انت هتسالينا تاني؟ واحلف بقى الحلف، لا قول الجمله كامله واحلف، وخد المصحف بقى مش مصدقه واطلع بقى ده عشان انت بتوفر ثينك كل حاجه، بصي، فبتديسترست، فبتضطري ان الناس تديكي بروفز كتيره قوي يعني. لا هي الOCD لازم تعمل تشيك علشان تبسطها. فكل ما ده اللي عرفته بعدين، كل ما بتطوعيها كل ما بتسوق اكتر بقى، فاهمه؟ اللي هو مثلا مخك يقولك معلش اسالي المره دي بس، فانت تسالي الله انا مبسوط، وتحسي بسيروتونين كده وانا مبسوطه قوي. بعديها ب5 دقايق لا اسالي تاني، ممكن كذاب، ممكن بيجاملك، ممكن مش عارفه حلفيه، لا ده ما قالش الجمله كامله. فحسيت اللي هو انا بجد بقى اللي هو اروح مثلا، والموضوع بقى قلب على صحابي، اي حد ماشي في الشارع ده زبون بقى هساله تعالى بس فانا من جوايا ايه قله القيمه دي، فاهمه قصدك؟ فاهمه؟ طب لو حد في حياته حد OCD تنصحيه يساعد الحد ده ازاي غير انه يوديه لدكتور؟ خده من ايده وديه والله ده النصيحه الكبيره. بس ازاي تتعامل مع حد، ما تقللش منه، وتفهم ان ده مش بايديه. حاول، بصوا يعني حاول لما يسالك تشغله بحاجه تانية، لان انت لما بتراضيه وترد عليه ده بيخلي الموضوع يسوء اكتر. بس انا عارفين زي مدمنين بهرش كده، ارجوكي ردي عليا. انا اللي هو رحت بقى البيهيفير ثيرابي، اللي هي دكتوره او اخصائيه يعني شغلتها بس ان هي تقولك تتصرفي ازاي. فهي بقى ايه، رحت قالت لي ما تساليش حد السؤال ده، فقلت لها بس انت ايه رايك في الموضوع؟ فقالت لي والله ما هرد. قلت لها ارجوكي ردي. ما رحتلهاش بقى ايه، خصمتها شهر اللي هو البرده دي مش هتردي ليه. اخر حاجه هسالها لك في الجيرني بتاعت العشرينات او اخر حاجتين، ربنا كان فين في حياتك؟ حاسه في عشريناتنا كده، طبعا ربنا معانا في كل وقت، بس في عشريناتنا العلاقه بربنا شايفاها كانت بتساعدك ازاي او في كل حاجه يعني من وانا طفله الصراحه يعني بجد، وكل الوقت الصعب بيقربني من ربنا اكتر، وبحس المكسب الوحيد في وقتك الوحش وده اكبر مكسب قربك لربنا. ده حقيقي يعني انا بجد فتره الدبريشن
الحاجه الوحيده اللي بالنسبه لي بهرب ليها الصلاه. فانا بقى من النوع اللي هو غصب عني، يعني مش ملتزمه في الوقت كده يعني. بجد انا على سجاده الصلاه 24 ساعه، وبقى في بوند ما بيني وما بين ربنا كده. بقول لربنا يعني ده انا وحشني الوقت الوحش عشان اقرب لك بالطريقه دي. بس فاهماكي، عشان بعدي بوقت وحش وحسيت هو انا ليه ما باجيش غير وفي مشاكل يعني ربنا مش بس يعني احب اعمل ده بشكل كونسيستنت قوي، او بعمل ده على طول، مش بس وقت ما يكون فيه مشكله. يعني اقول لك على حاجه، ربنا سبحانه وتعالى مش زي البشر، اللي هو عارفه انا مثلا ككنزي، ومع اني انا عادي يعني حد عايزني مصلحه مش مشكله. مثلا ممكن البشر يقول لك هو انت جاي لي وقت المصلحه بس. ربنا سبحانه وتعالى تعالى، انا مبسوطه انك جاي لي. ساعات بيبعت لك ابتلاءات عشان تجيله، انا عايزه اسمع صوتك، انت وحشتني. صح. تقولي ايه الكنزي بعد ال 30؟ حبيبتي ربنا معاكي. بالعيال والحاجات دي. لا خير، انا بحب كارين وزن قوي، عارفينها. هي مديالي طباع بقى ان هو ايه، ان انا بيتي هيبقى مترتب وعيالي مؤدبين وهروح بقى مع جوزي رحله. فلو طلع الجواز مش كده انا هركد عليكم كلكم. لا. يعني شايفاها فين؟ كنزي. كنزي ده مش كارين، احنا عارفين كده. دلوقتي في رحله على بخير قوي. شايفه كنزي بيت جميل. يعني شايفه ان انا ان شاء الله هبقى متجوزه وعندي عيال، وانا من نوع اسمه ايه ده، عايزه اعمل بيت. يعني لو يعني مثلا انا كنت نفسي قوي في كارير التمثيل، تمام. بس لما انا فكرت كده ان انا از مام انا عايزه ابقى موجوده في حياه ولادي، عايزاهم يشوفوا مامتهم ناجحه، وعايزاهم يعني يبقوا فخورين بيا. فمثلا يعني عايزه حاجه، ان لقيت السوشيال ميديا والكتابه تسمح لي بالاثنين ان شاء الله. معلش في سؤال تاني مش قادره لسه معايا. انا اصلا مش عايزه امشي. صح، وانا كمان. اللي هو ايه اخر سؤالين دول، انا لسه معايا وقت. طيب كويس. هل قلتي حاجه مهمه، يعني هي اننا في ايفنت احكي والستات وكده، يعني هي الست عشان تتجوز وتقعد في البيت ولا ايه؟ ده قصدك؟ لا انا مش عايزه اقعد في البيت. طب اصل انت، انا طبعا رايي من رايك، بس انت دايما بقول ان المجتمع دلوقتي الادوار بقت شويه ريفيرست، يعني او مش ريفيرست، يعني الدنيا زاحت. الستات بتعمل حاجه الرجاله، والرجاله مش عارفه بتفل اللي هي المفروض تكون بتعمله وهي مع الست، عشان هي بقت بتعمل ادواره. فاهمه؟ يعني قليل قوي لما اقعد مع حد انا نفسي اعمل بيت وعيله ومش هقعد في البيت، بس ده من برايورتي. طبعا برايورتي بالنسبه لي. وحاسه بقى ان احنا بقينا في المجتمع بدل ما كانوا بيدعموا المراه ان هي تعمل اللي عايزاه، بقوا اللي هو ايه ده انت عايز تقعدي في البيت، طب ما هي عايز تقعد في البيت ما براحتها. بقوا اللي هو يضغطوا على الست، انت بضيعتي شهادتك، هي حابه كده. يعني حسب اللي عايزه انا زي ما كنت بقول، اللي هو بيحطوا بوستات اللي هو وانا هتعلم عشان افك له الفرخه، اللي عايز تفك الفرخه تفك، اللي عايزه كاريت. انا مثلا فكرت في التمثيل غصب عنهم، هم 24 ساعه في الست مش موجودين. انا مش عايزه اسكيب حاجات من ان شاء الله يا رب، يعني مش عايزه اسكيب حاجات من حياه ولادي. يعني انا اصلا شفت ماما 24 ساعه في حياتي يعني، وده بيد باك ليها ان انا واخويا طلعنا مش غرور بس طلعنا سبيشال، لان ماما ادت لنا كل خبراتها. فوانا عندي 10 سنين انا عميقه قوي عن اللي حواليا. يا جماعه تسمعوش مش عارفين ملحم بليغ حمدي؟ هم بيبصوا لي بنت خالتي اللي هو اللي انت عامله ولا ايه؟ فحاسه ان ده نفع. طبعا انا يعني زعلانه ان ماما برضو ما عملتش حاجه لنفسها قوي. انا شايفه ربنا عوضها دلوقتي، بقت حبيبه الملايين، بقوا يزقوني ويروحوا يتصوروا معاها. فانا حابه لا ان انا استمر على السوشيال ميديا، استمر في الكتابه. لو ربنا كتب لي مثلا حاجه في السينما تمام، بس لو لقيت ان هي بتيجي على ماي فاميلي في الموضوع السينما مش هقدر. يعني شايفه ان هي set of priorities ولا هي كان في حلقه كده بنتكلم ان هي steps، انا خلصت الكارير وخلصت الحاجات فيلا دلوقتي ما ايه اللي فاضل، اتجوز يلا اتجوز، ولا هي شايفه بتيجي ازاي برضو من وجهه نظرك؟ بالانس، يعني نعمل بالانس، مش لازم كارير بس ومش لازم قاعده في البيت بس، we can do both. بس البرايورتي هتفضل دايما لبيتي ولعيلتي، مش بس ولادي، مامتي وخالاتي ويعني انا يا جماعه بلغي شغل عشان وبلغي سفر علشان احضر عيد ميلاد بنت خالتي. that's my priority، انتوا عيلتي. في الحته دي ممكن يبقى فيها كلمه اتعلمتها برضو، اللي هي الاوبورتونيتي كوست، اللي هو انا عشان مثلا اعرف ابني ده
فانا هضحي بالدريم عندي وهو كان التمثيل، وهحاول عشان اعوضه بطريقه مختلفه، وهي انه طيب انا هفضل اعمل سوشيال ميديا. ما انت بتمثلي في السوشيال ميديا تكنيكلي، بتعملي سكتشز معينه وبتفيد الناس بشكل معين، بس مش بتروحي الست وتبقي بتروحي ريد كاربتس عشان انت اللي على الافيش، بس بتروحي ريد كاربتس تصوري او كده. وانت قابله ان ده التريد، ان انا ابقى مع مامتي بابايا اولاد خالاتي مع فراس ان شاء الله قدام، لو انا خلفت كمان يبقى كل ده موجود، وانتي اوكي بده. فهي بتبقى هي تريد اوف حاجات. انا هعمل ده دلوقتي وانا موافقه ان انا هعمل ده بعد، وما اجيش بعدين بقى لو الحاجه باظت بألف بعد الشر طبعا، بس كل حاجه فيش حاجه 100% مضمونه تمشي زي ما احنا راسمين لها. لو حاجه باظت قول يا بقى ده انا كنت المفروض اعمل مش عارفه ايه عشان ده انا سبت كذا. لا، هو انت خدتي قرار دلوقتي وقرار مهم، واعتقد في الوقت اللي هو بتاع سننا انت 26 صح؟ 27 انت قدي بالظبط 97 97 للاسف جين زي. لا انا في النص. انا والله بقول انا لهم مش لا. انا عشت كل الحاجات التانية. والله العظيم بالظبط ايه كاسيت مفيش ايوه كل يعني حاجه والله. بس ما حدش بيدي تبس للراجل 100 جنيه على الباب من طرنطا. ده جين زي ده. بتعمل ايه؟ الراجل بتاع البيتزا اللي كان على الباب عندكم اديله تبس 100 جنيه من فلوس طنط. لا والله من فلوسي، بس هي مش فلوس طنط، اصل هي بتاخد مني برضو، بتسرق مني. يعني هي بتقولي حاجه، بتقولي مثلا عشان هي ماسكه حساباتي وفلوسي، بتقولي بصي انت لو صارفه 2600 جنيه باخد منك 3، انا ما بحبش الكسور، فخلاص اخد من شنطتك يعني. فالحته دي قوي بحس انه نبقى متاكدين احنا بنتريد ان ايه مع ايه عشان نعرف ناخد القرارات واحنا مرتاحين، وما يبقاش عندنا الحاجه المهمه اللي هي فومو. صح. بصي هقول لك بقى، انا كان عندي فومو اللي هي fear of missing out، اللي هو بما معناه ان انت بتخافي يفوتك اي حاجه، ودي كانت عندي قوي. انا كان ممكن مثلا لو فاتني ايفنت اعيط لغايه سنتين فاتوا. اللي خلاني الحته دي تروح الحمد لله يعني ان انا قريت كتير قوي عن اللي هو اللي من نصيبك هيجيلك، اللي راح مش من نصيبك خالص. يعني شغل راح، opportunity راحت، سفريه راحت، انهار بقى. كان عندي سفريه في دبي اتكلم في مهرجان الشارقه وما شفتش الايميل، فجالي انهيار عصبي بقى اللي هو ازاي ومش عارفه ايه وكده. بعديها بقى جالي احساس اللي هو لا، ربنا بيديلي الحاجه اللي من نصيبي، فاهمين؟ يعني ما عنديش fear of missing out بسبب ان هو يقين. بالظبط اليقين. وسبحان الله بعد ما رضيت جات لي السنه اللي بعديها عادي خالص. يا فاكره شفت بالظبط. شطوره قوي يا كنزي، ربنا يخليكي بجد. يعني بتعملي حاجات كتير جامده والله. بعد ما يعني انا ده اشتغلت على نفسي كتير قوي، ما كنتش كده خالص. انا كنت عكس دلوقتي تماما، فاهمه؟ انا اللي هو كنت مش واثقه في نفسي خالص، ما بعرفش اتكلم قدام الناس، عندي دايما fear of missing out، عدم ثقه. لسه عندي شويه عدم ثقه الصراحه، بس بشتغل عليها يعني. سيلف اويرنس. انا عارفه ايه مشاكلي وبحاول اشتغل عليها في الاخر. لله. انا انبسطت قوي. انا اكتر. احنا اول مره نعمل اي حاجه مع بعض اكشلي مع بعض. مبسوطه قوي. انا لككه قوي صح؟ لا انا اصلا عايزه نقعد نعمل حلقه تانية تبقى براحتنا بقى. صح. من غير الوقت. اوكي انبسطتوا يا جماعه؟ انبسطتوا يا ولاد خالتها؟ طب اعملوا ايوه اعملوا كده. تعالي بقى نبص للكاميرا عشان نقول للناس تسبسكرايب. تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان ما يفوتكوش اي حلقه من محشور في ال20. نشوفكم الحلقه الجايه.